اهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس وما تنسوش تصلوا على النبي. ومش حابب اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا الفيديو الجامد بتاعنا. بتبدا حلقتنا وبنشوف الملكه وهي بتهزق الحراس عشان لحد دلوقتي مش عارفين يغتالوا شارلوت، والحراس بتعتذر لها وبتقول لها ان السبب في كل ده فارس الظلام هو اللي كان بيبوظ عليهم الخطط بتاعتهم. وطبعا زي ما احنا عارفين فارس الظلام ده هو هارتو، والكلام ده مش بيعجب الملكه ابدا، وبتقوم راميه الكوبايه في وش الحراس وبتقول لهم الملكه انتوا مجموعه مثيره للشفقه، انتوا خدتوا مني 3 فرص وما عرفتوش تعملوا اي حاجه. وهي بتكون غضبانه جدا ومتوتره، وبتقول ان شارلوت دي لما تكبر هتكون تهديد ليها في المستقبل، وبتمسك السيف اللي قتلت بيه ملك الشياطين وبتقول شكلي كده انا اللي هروح لفارس الظلام ده بنفسي، وانا كمان اللي هخلص عليه. وفجاه ارترو بيدخل عليها وهو لابس لبس فارس الظلام، والحراس بيكونوا مستغربين جدا منه وبيقولوا للملكه انها تتراجع وهم هيتصرفوا، بس ارتو على طول بيستخدم عليهم سحر الحواجز وبيعملوا حوالين وشهم ومش بيخليهم عارفين يتنفسوا. الملكه بتكون مصدومه جدا وبتقول له انت ازاي عرفت تعدي من الحراس وتوصل لحد هنا؟ وارترو بيقول لها حراس اللي يعرفوا يوقفوني، انت ما تعرفينيش ولا ايه؟ محدش هنا يعرف يوقفني. لكن الملكه بتفضل تضحك جامد وبتقول له انت اللي جيت لي هنا عشان اخلص منك، انا كده كده لازم انا اموتك اصلا، وانا اصلا كنت جايه لك وانت اللي بدات بالموضوع. وعلى طول بتبدا باستخدام السحر وبتطلع دوائر سحريه، وارترو بيكون مستغرب جدا انها قويه كده، وفجاه بيلاقي دوائر سحريه كبيره قوي بتطلع ميه وبتحبسه الملكه وبتضحك وبتقول له انا هفضل سايباك كده في الميه لحد ما تموت. وارترو على طول بيستخدم السحر وبيخرج من الميه، والملكه بتكون متضايقه جدا وبتستخدم سحر سليج وبتجيبه على هارتو، بس هارتو بيستخدم سحر الحواجز عشان يعرف يصد كل هجماتها، والملكه بتستغل انه مش واخد باله منها وبتستخدم سحر النار وبتهجم على هارتو، والمره دي بتنجح انها توقع هارتو وبيتعب جدا من هجماتها السحريه. والملكه بتقول له نهايتك على ايدي يا فارس الظلام، وهارتو بيرد عليها وبيقول لها انت هتكوني محتاجه تعملي اكتر من كده عشان تعرفي تهزميني، وبيقف وهو ما فيهوش خدش. والملكه بتتعصب جدا لما بتشوف ده وبتقول ازاي بيستحمل كل الهجمات السحريه. وهارتو بيبدا يستخدم السحر على الملكه، لكن الملكه بتستخدم قوتها السحريه عشان تحمي نفسها، وبتكون الملكه مستغربه من قوته جدا وبتقول ان قوه فارس الظلام اكتر من ملك الشياطين اللي عرفت تهزمه، ولو الموضوع استمر على كده قوتها السحريه اللي عندها هتخلص. وبتمسك السيف وبتصد ضربات هارتو، وفجاه بتهجم على هارتو، لكن هارتو بيستخدم السيف بتاعه عشان يصد ضربات الملكه، وحركات الملكه بالسيف بتكون قويه جدا عليه، والملكه بتوقعه على الارض وبتهجم عليه بكل القوه اللي عنده وبتقول له نهايتك دلوقتي. بس هارتو بيمسك السيف بتاعه بكل مهاره وبيضرب السيف بتاع الاميره، وبتشوف انها اتعورت جامد جدا في جسمها. وارترو بيقول للملكه حان وقت العقاب وبيستخدم السحر عليها وبيحط طوق على رقبتها، والملكه بتساله وتقول له انت ايه اللي حطيته ده؟ وارترو بيقول لها لو سيأت الطوق ده هيقطع رقبتك، والملكه بتكون متضايقه قوي وبتقول له انت عايز مني وبتعمل ليه كده؟ وارترو بيقول لها انا مش عايزك تلمسي شعره من شارلوت، وكمان مالكيش دعوه باهلها ولا بالقريه بتاعتها، ولو كلامي ما تنفذش انا هخلص عليكي، وانت عارفه انا قوي ازاي. والملكه بتسمع الكلام فعلا، وارترو بيمشي والملكه بتبدا تعيط وبتقول لنفسها ان شكلها دلوقتي شبه العبيد. وارترو اول ما بيطلع بتكون فلاي واقفه وبتقول ان ده متوقع من سيدي هارترو عشان هو قوي جدا. ونخش بقى في شغل المعاكسه اللي مش هيخلص ده، بس هارترو بيقول لها احنا برضه ما ينفعش ما ناخدش حذرنا. وبيعدي 5 سنين من وقت قتال هارتو والملكه، وهارترو بيكون قرب يكون عنده 15 سنه، وهارترو واخته وفلاي بيتمشوا في الغابه، وهارترو بيقول ان بقى لهم 5 سنين من غير الملكه ما تحاول تغتال شارلوت. وبنشوف شارلوت وهي بتروح لهارتو بتقول انا عملت خنفسه من التلج، لكن فلاي بتعمل قلعه كبيره جدا من التلج برضه وبتقول لهارتو ايه رايك؟ وهارتو بيكون مندهش من قدراتها وبيقول فلاي ممكن تبقى فنانه، ولكن بيكون هارتو مصدوم جدا من فلاي انها لسه لابسه هدوم الصيف، وبيقول لها ايه يا ست انت مش بردانه؟ وبترد عليه فلاي وهي هتموت من البرد وبتقول له انا بحب هدومي جدا ومستحيل ان انا اغيرها، لكن هارتو على طول بيقوم مستخدم السحر عليها وبيلبسها هدوم جميله جدا، وفلاي بتعجبها الهدوم بتاعته طالما هي جايه من حبيب القلب، وبتقول لهارتو بعمل لي 10 نسخ من الهدوم دي. وتشارلوت بتطلب من هارتو طلب غريب جدا وبتفضل تدرجها، وهارتو بيضعف قدامها جدا وبيبدا يستخدم السحر ويعمل اعصار قوي جدا من ايديها وبيقوم منزله في الارض وبيعمل حفره كبيره جدا جدا في الارض. وشارلوت بتكون مبسوطه جدا لانها عايزه تشوف اخوها وهو بطل خارق وبتحضنه وبتشكره جدا، لكن الاب والام بيجوا يشوفوا الحفره اللي عملها هارتو وبيستغربوا منها وبيسالوا مين اللي عمل كده، وتشارلوت بتكون خايفه على اخوها
يعملوها، لكن هارتو بيستخدم مهاراته السحرية ويعمل نسخة من فارس الظلام وبيقول هو ده اللي عمل الحفرة. وفعلا نسخة فارس الظلام بياخد نفسه وبيطير والأب والأم بيصدقوا. أما صحيح طلع دماغ الواد هارتو ده، والأم بتلعب مع شارلوت وهارتو بيقعد جنب أبوها وبيسألها في أي حاجة خطيرة حصلت في القرية في الفترة الأخيرة، وأبوه بيقول له إنه كان متوقع إن الملكة هتحاول تهجم عليها مرة تانية، لكن طول ال5 سنين اللي فاتوا هي ما عملتش أي حاجة. وبيقولوا إن الناس مستغربة من الطوق اللي حوالين رقبتها ومحدش فاهم، وهارتو بيفرح جدا من الكلام ده وبيقول له إنه أخيرا كده هيعيشوا حياة هادية، وبيقول كفاية لعب بقى في الغابة دي ويلا بينا نروح. وأبو هارتو بيتصدم وهارتو بيقول له أنت من أول الربيع هتروح المدرسة في العاصمة الملكية. وهارتو أول لما بيسمع الكلام ده بينصدم أوي ومش بيكون مصدق، وبيقول لنفسه إنه بيكره المدرسة من حياته السابقة ومش هيروح المدرسة تاني. لكن الأب بيقول له هارتو أنت دلوقتي عندك 15 سنة ولازم تروح المدرسة زي باقي الشباب. بس هارتو بيكون متضايق جدا وبيقول إنه أكيد لازم يلاقي عذر عشان ما يروحش المدرسة. وفعلا بيخلصوا الرحلة في الغابة وهارتو بيشرح لأبوه الأوضاع وبيقول له أنت ما عندكش أي اختيار تاني يا هارتو غير إنك تروح المدرسة في الربيع. لكن هارتو بيرفض الفكرة جدا وبيقول أنا مش بحب المدرسة، أنا مش بحب غير إني أقعد في البيت وأتفرج على الأنمي. والأب بياخد باله إن حتى زمان لما حاول يودي هارتو المدرسة رفض جدا. وهارتو بيقول إنه بيكره المدرسة جدا عشان كان بيتم التنمر عليه في حياته اللي قبل كده. لكن الأب بيقول لهارتو إن مفيش قدامه اختيار تاني وإنه لازم يروح عشان جات له توصية من الأميرة بتقول إنهم يودي هارتو الأكاديمية السحرية، وده بيكون جاي من الأميرة موريان ومستحيل يترفض الطلب ده أبدا. وبيقولوا إنه هيكون معاه في الفصل الأمير ريز اللي أنت هزقته قبل كده وقت المباراة، وده معناه إنكم انتوا الاتنين دلوقتي لازم تكونوا أصحاب. ولكن الأب بيكلم هارتو بكل صراحة وبيقول له غالبا إن كل اللي بيحصل ده بيكون من الملكة عشان يحاولوا يستهدفوه، وبيقولوا إن طول فترتك في المدرسة لازم تخلي بالك جدا من نفسك. وبعد محاولات كتير من الأب أخيرا بيقتنع هارتو وبيوافق إنه يروح المدرسة. والأب بيقول لهارتو أنت المفروض تختار خدامة عشان تساعدك هناك. وهارتو هنا مش بيكون قدامه اختيار تاني غير فلاي، بس بتدخل وبتقول له أنا هاجي معاك العاصمة وأعمل لك أكلك وفطارك وعشاك. بس هارتو بيقول أنا مستحيل أخدك معايا عشان الأطفال هناك هيتريقوا عليا. والأم بتعيط عشان عايزة تروح مع ابنها. وبعد ما هارتو بيوافق بيروح يشوف طريقة عشان ما يتعبش قوي وهو هناك، وبيكلم شبيهه اللي علمه السحر وبيقول له أنت اللي هتروح مكان المدرسة. وشبيهه بيقول له طبعا أروح مكانك، مش عايزك تشيل هم أبدا. وعلى طول بيتريق على هارتو بيقول له أنت افتكرت إني هقول لك الكلام الحلو ده ولا إيه؟ روح يا عم أنت المدرسة وأنا هقعد هنا في البيت. وهارتو بيقول له يا عم كل اللي أنا محتاجه إنك تروح مكاني بس المدرسة وتعمل لي شوية امتحانات. والشبيه بيرد عليه وبيقول له أنا مش بقرأ في حياتي قد الامتحانات والمذاكرة، وبتخليه يصدع ويتعب قوي. وهارتو بيقول له ما تخافش أنا هستخدم عليك سحر مش هيخليك تحس بتعب في فترة الدراسة. وبعد محاولات كتير الشبيه بيوافق إنه يروح مكانه، وبنكمل وبنشوف هارتو وهو قاعد على الكنبة وجنبه شارلوت وفلاي. وهارتو بيفتكر الخدم بتاعه وإنه عايز يروح يبص عليها، وشارلوت وفلاي بيستغربوا جدا وبيسألوا هارتو وبيقولوا له أنت بتتكلم على إيه ومين، ويطلعوا مين الخدم دول. بس هارتو مش بيرد عليهم وبيمشي من غير ما يجاوب على حاجة. وفلاي بتكون قلقانة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل. وهارتو بينجح إنه يهرب منهم، وبنشوف هارتو وهو في قرية غريبة جدا والناس اللي ساكنة هناك بيبقوا هياكل عظام، والهياكل العظامية دي بتكون بتبني بيوت وبيشتغلوا زي البشر بالظبط. وأول لما بيشوفوا هارتو على طول بيتجمعوا عشان يسلموا عليه، وبنعرف إن الهياكل العظمية دي هي بتكون نفس الوحوش اللي استدعاها الساحر وهارتو سيطر عليهم. وبعد ما خلص مهمته ما كانش عارف يعمل ايه بيهم، فقرر انه يجيب لهم قرية ويقعدهم هناك. وفعلا الهياكل العظمية ما ضيعتش وقت وبدأت تبني الحضارة بتاعتهم. وبيجي رئيس الهياكل بتاعهم اللي بيكون اسمه جوني وبيروح لهارتو وبيشكره على القرية اللي اداها لهم، وبيقول له لو عندك اي اسئلة اتفضل اسألها ليا وانا هجاوبك على طول. وبنشوف ان في وحوش في القرية غير الهياكل العظمية عايشة في القرية، ودول كانوا تايهين في الغابة وما عندهمش مكان يسكنوا فيه. فالهياكل العظمية بتخليهم يعيشوا معاهم في القرية مقابل انهم يشتغلوا معاهم. وفعلا الوحوش بتزرع وتطبخ وتبني المدينة بتاعتها، وبتكون مدينة متكاملة. وبنعرف ان الهياكل دي عندهم محصول كبير جدا من الاكل اللي بيقضيهم طول الشتاء. وقائد الهياكل بيقعد يتكلم مع هارتو وبيقول له على كل حاجة في القرية، بس هارتو بياخد باله ان الوحش ده بيتكلم كتير جدا وبيبدأ يزهق منه ومش عارف يخليها تسكت. وقائد الهياكل بياخد باله ان هارتو متضايق جدا وبيسأله بيقول له انت متضايق من حاجة يا سيدي؟ وهارتو بيرد عليه وبيقول له انه مش متضايق ولا حاجة، مجرد منذهل جدا بس من اللي انتوا عملتوه في القرية. واول لما القائد بيسمع هارتو وهو بيمدحه بيكون فرحان جدا وبيقول له احنا هنعمل احسن كمان في المستقبل. ولسه الهيكل هيكمل كلامه وهارتو بيقطعه وبيقول له كفاية كلام دلوقتي، انا لازم امشي عشان عندي
عندي مشوار مهم. واول لما ارترو بيطلع من القريه بيقعد على النهر وبيقول طول ما قريه الوحوش بعيده عن البشر فمفيش اي مشاكل هتحصل. بس مره واحده بيظهر وحش الغلام العملاق التابع لهارتو واللي بيكون عايش بعيد عن القريه عشان حجمه الكبير ده، وبيجيب ورد صغير وبيديه لهارتو وبيعرف انها بتكون بنته وبيشكرها على الورد وبيسالها وبيقول لها هل انت مبسوطه في المكان اللي انت عايشه فيه ده؟ لكن الوحش بيرد على هارتو بيقول له انه بيحب سيدو، وهارتو بيستغرب من كلامها وبيقول لها انا مش فاضي للكلام التافه ده وان وحش زيك يحبني. وبيمشي اول لما هارتو يرجع البيت وبيلاقي فلاي بتكون قاعده مستنياه وبتقول ايه حوار الخدم اللي انت كنت بتتكلم عنهم دول، وعلى طول بتعرف ان هارتو بيدور على خدامه فعلى طول بتروح معاه لما بيروح الاكاديميه السحريه وبتعرف انه بيدور على بديل ليها. ولما بتسمع الكلام ده بتكون زعلانه جدا وبتفضل تعيط. وبعد كده بتروح للجهه القبليه في الجهه الشماليه من المملكه وبنشوف هناك مجموعه كبيره قوي من المغامرين وهم بيحاربوا تنين العاصفه وبيكونوا قريبين جدا من انهم يمسكوا التنين، بس التنين على طول بيستخدم اعصار قوي جدا وبيستخبى فيه وبيطلع يجري من المغامرين قبل ما يمسكوه، والمغامرين بيكملوا جري وراه لحد ما يمسكوه والتنين بيجري منهم اتخبط في جبل وده بيخلي كميه كبيره جدا قوي من التلج بتقع عليهم وبتدفنوا تحتها. وبنرجع لهارتو وابوه بيكلمه وبيقول له ان في تنين ازرق بطول 50 متر اختفى وهو كان قريب جدا من حدود الامبراطوريه وغالبا التنين ده بيكون قريب من القريه بتاعته. والاب بيطلب طلب من فلاي انها تروح وتتحرى عنه وفلاي بترفض طلب الاب وبتقول له انا مش باخد اوامر غير من سيدي هارترو، وهارترو بيرد على فلاي وبيقول لها انها تروح فعلا تحقق في امر التنين. وبنعرف ان فلاي مش عايزه تروح تشوف التنين ده وبتقول ان تنين بالحجم اللي انتوا بتقولوا عليه ده هيكون عمره اقل حاجه 100 سنه وده معناه انه هرب من الحرب اللي حصلت بين البشر والشياطين، وبتقول تنين جبان زي ده يستاهل انه يموت ومحدش ينقذه. ولكنهم اول ما بيطلبوا من الاوضاع بيلاقي شارلوت وهي بتكون زعلانه جدا وبتكلم فلاي وبتقول لها تروح تنقذ التنين وما تخليش المغامرين يمسكوه عشان التنين دلوقتي اكيد بيكون تعبان جدا ومش قادر يتحرك. وهارترو فعلا بيوافق على كلام شارلوت وفلاي بتضطر توافق وهارترو وفلاي بيتنكروا في هيئه الابطال وبيبداوا يشوفوا الشاشات السحريه عشان يدوروا على التنين لحد ما فعلا بيلاقوه، والمغامرين بيكونوا جايين للتنين وبيوصلوا بيكون التنين نايم على الارض ومش قادر يتحرك، والمغامرين بيكونوا مش بيضيعوا وقت وبيطلعوا اسلحتهم وبيستخدموا السحر وبيهجموا على التنين على طول. وهارترو في شكل راجل الظلام بيوقف المغامرين وبيستخدم السحر وبيعالج بيه التنين من الجروح اللي عليه. ومن هنا المغامرين بيكونوا مستغربين جدا من الاتنين اللي دخلوا عليهم بالهدوم الغريبه دي، وفلاي بتكون متضايقه جدا من المغامرين وبتستخدم سحر النار بكل قوتها وبتحاول تقتلهم، لكن هارترو على طول بيستخدم سحر الحواجز وبيحمي المغامرين من فلاي وبيتصرف هو معاهم وبيهزمهم من غير ما فلاي تقتلهم. والتنين هنا بيقوم تاني بعد ما هارترو عالجه، بس التنين بيكون لسه خايف منه وبيهجم عليهم تاني وبيحاول يجمدهم، وطبعا هجمات التنين مش بتنجح وهارترو وفلاي بيقوم مكسرين التلج اللي حواليه. وفلاي بتزعق للتنين وبتقول له انت ازاي بتعمل كده في هارترو بعد ما هو اللي انقذك، وفلاي بتقول له انت لو عملت كده تاني هرجع لك الجروح. والتنين هنا بيكون مستغرب من هارترو ان هو بشري وانقذه، وكمان مستغرب جدا من فلاي ازاي شيطانه بتتبع بشري، وعلى طول فلاي بتقرر تحكي له عن ازاي عرفت هارترو. والتنين بيفهم كل حاجه وبيعتذر لفلاي عشان هو ما شاركش في الحرب بتاعه الشياطين ضد البشر وبيقول لها انه مش بيحب الحروب. وهارترو بيساله امال انت ازاي كنت عايش كل الفتره اللي فاتت؟ بيقول له انه كان مستخبي في اعماق الجبل لمده 300 سنه، وهارترو بيكون مستغرب انه ازاي عرف يعيش 300 سنه لوحده منعزل عن الناس. وبيقول لهم في الاول ما كانش بيعمل اي حاجه، لكن في يوم من الايام واحد من المغامرين وقع منه كتاب والتنين مسك الكتاب وبدا يتعلم القرايه وكان مستمتع جدا بالكتاب وخلص الكتاب اكتر من مره وكان عايز كتب تانية غيره، فقرر يروح للمدينه ويتحول لشكل بنت بشريه ويروح المكتبه ويشتري الكتب وبيرجع يقرا تاني في الكهف. وفي يوم المغامرين عرفوا مكانه وهجموا عليه وحرقوا كل الكتب اللي كانت معاه، والتنين هنا ما كانش قدامه حل غير الهروب. وفلاي بتعيط لما بتسمع القصه دي وبيصعب عليها جدا التنين وبتقول له احنا من النهارده هنكون اخوات، وبيجي فكره لهارترو انها تيجي معاها البيت وبكده هيعرف يحميها من المغامرين ويخليها تقرا كل الكتب اللي عايزاها. وفعلا الفكره بتعجب التنين جدا وبتشكر هارتو، والتنين بيعرف نفسه بيكون اسمه تين العاصفه. وهنا على طول التنين بيبدا بالتحول على شكل بنت بشريه صغيره زي التحول اللي عملته قبل كده فلاي، وهارترو بيشيل القناع من على وشه وبيعرف نفسه ليه وبيسمي البنت دي اسم ريزي، والاسم بيعجب البنت جدا. وكده هارترو بقى عنده خادمتين، بس فلاي على طول بتغير من ريزي وبتزعلها وبتقول لها انا الخدامه الاولى وانت
وانت الخدامه التانيه. يا جدعان شغل العيال اللي بيحصل ده. وارترو بيقول لها كفايه تضييع وقت ويلا عشان نرجع البيت. وارترو بيطير وريزي بتطلع جناحات التنين وبتطير ورا ارترو وفلاي، وبتكون مش عارفه تطير وبتجري تحت الارض، وبتقول انها مستحيل تخسر قدام ريزي دي. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الملخص بتاعنا النهارده. وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب طلب صغير من كل المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. استنونا الحلقه الجايه، مع السلامه.